السلام عليكم. تعالوا اقول لكم احنا هنعمل حاجة حلوة قوي، تنفع غدا وفطار وعشاء وتنفع للمدارس. هنجيب 4 كوبايات دقيق وهنحط عليهم ملح، وهنجيب كوباية ونص مية. هنضيف الكوباية الأول، ونص كوباية هنضيفها واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش الملح. وبعد كده ومعلقة زيت، وهنقعد نقلب فيها زي ما انتوا شايفين لحد ما نعملها عجينة وننزلها على الرخامة، ونقعد نعمل فيها ونعجن فيها لحد ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين بقت كور صغيرة، هنقسمهم اتنين. وبعد كده احنا دلوقتي هنعمل الحشو. هنجيب لحمة، احنا هعمل الحشو باللحمة. انا قطعت اللحمة صغير جدا 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 زي ما انتوا شايفين. انا كنت جايب 4 حتت لحمة. يعني اي حاجة تلاقي عندك في البيت، لو مش عايز لحمة عايز فراخ عايز جبن اي حاجة اللي انت عايزه او اللي انت عايزاه ممكن تحطيه. وبعد كده هنجيب بصل زي ما انتم شايفين. انا جبت 3 بصلات صغيرين، لو انت عندك بصلة كبيرة او بصلتين كبار او بصلة كبيرة وبصلة صغيرة ممكن نستخدمهم. احنا قطعناهم صغير قوي زي ما انتم شايفين. وكمان هنخليهم صغير جدا على اساس ما حدش يحس بالطعم بتاع البصل. اعمل ايه؟ وبعدين احنا هنجيب بعد البصل هنجيب قرون فلفل. انا جايب قرون فلفل حراقه لان انا بحبها فيها حراق شويه. لو انتم مش عايزين برضو حاجه بترجع لكم خالص. قطعنا الفلفل وجبنا طاسه حطينا فيها زبده زي ما انتم شايفين. الزبده حطينا فيها اللحمه وشوحناها. وبعد كده حطينا عليها البصل والفلفل، قفلناها لحد ما تشرب المية بتاعتها. وما تنسوش ما تخلوهاش تنشف. ونحط البهارات بتاعتنا، وما تنسوش تحطوا عليها مية عشان ما تنشفش. دلوقتي احنا جبنا العجينة بتاعتنا بعد ما سيبناها نص ساعة وقعدنا نفرد فيها زي ما انتوا شايفين. هتتفرد معاكي كويس جدا لان احنا عجناها كويس. ونفردها زي ما احنا شايفين وندهنها بالزبدة. احنا جايبين، انا عملت نص كوباية زبدة وسيحتها، وادي عملناها مستطيل. وبين كل فردة وفردة بنحط فيها زبدة. وبعد كده زي ما انتوا شايفين انا قفلتها زي المستطيل. وبعد كده بين كل قفلة وقفلة طبعا بنحط زبدة. وبعد كده بنحطها في طبق. هنجيب طبق ندينه زيت او زبدة ونحط فيها. والتانية كمان بنعملها زي ما انتوا شايفين. وهنقطعها وهنعملها زي الأولانية بالظبط زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة تتفرد معاكم كويس جدا 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 جدا. وهنعمل التانية زيها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبرضه هنسيبها في التلاجة حوالي ربع ساعة. ادينا عملناها ونحط الزبدة واحنا قلبناها واحدة 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 واحدة. عملناها برضه مستطيل وحطيناهم هما الاتنين. دلوقتي احنا نفردهم. هنفرد على بعد ربع ساعة. هنفردهم زي ما انتوا شايفين. نخليهم برضو مستطيل زي ما انتوا شايفين كده اهوت. نفردها واحدة واحدة هتتفرد معاكي. طبعا في قطعت مني. وبعد كده زي ما انتوا شايفين ادي فردناها مستطيل كويس قوي قوي قوي. انا فردتها على قطاعة اللحمة وقطعتها حوالي 6 حتت. وهنجيب الحشو بتاعنا اللي احنا حطيناه قد اللحمة بعد ما استوت. احنا ممكن نحط زيتون مع اللحمة، ممكن نحط اللي احنا عايزينه كله مع اللحمة. انا حطيت عليها بس جبنة موتزاريلا زي ما انتوا شايفين. هي دي الجبنة الموتزاريلا اللي احنا الاتنين عملوا لي 6. وزي ما انتوا شايفين بعد ما عملتهم حطيتهم في الصينية ودهنتهم آه زبدة. وبعد كده هحطهم في الفرن
وبعد كده زي ما انتم شايفين طلعوا بقوا مقرمشين من بره وطراي من جوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.